في وصفة النهاردة هنعمل بانكيك للفطار حلو قوي وطريقته سهلة وسريعة، هش وفلافي. طريقته ناجحة جدا ومن غير اي زفارة. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة معايا بولة هضيف فيها 2 بيضة وعليهم معلقة صغيرة فانيليا وهقلبهم كويس قوي مع بعض. هنقلب شوية حلوين كده. بعدين هنزل على البيض بنص كوباية سكر وارجع اقلب كويس لحد ما السكر يدوب خالص معايا. بعدين هضيف عليهم نص كوباية زيت ونفضل نقلب كل ده كويس قوي مع بعض. بعدين هنزل عليهم بكوباية لبن ونكمل تقليب. وده كده كوباية ونص دقيق، طبعا بننخله كويس. هنزل بيه على الخليط السائل وعليهم رشة ملح صغيرة ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ونخلط بقى كل ده مع بعض كويس قوي. وفي طاسة سخنة بحط معلقة زبدة صغيرة وهنزل بكمية مش كبيرة من الخليط بتاع البانكيك. شايفين القوام؟ بيكون ولا تقيل ولا خفيف. بسيبه بقى على النار، واول ما نشوف فقاقيع كده من على الوش هنقوم قلبينه على الناحية التانية بالشكل ده. هخلص كل الكمية، وطبعا لازم نكون واقفين قصاده علشان ما يتلسعش مننا او يتحرق. وهو بيستوي بسرعة جدا، مش بياخد وقت خالص. وده كده شكله بعد ما خلصت. بضيف عليه بقى العسل والزبدة، وممكن تضيفوا عليه اي صوص بتحبوه، شوكولاتة او مربى او اي فاكهة او مع ايس كريم. بيكون خطير بجد، مخدش وقت مننا خالص، ريحته وطعمه يجنن. هستناكوا تجربوه وبألف هنا.